هيبة يا المريخ، هيبة يا النجمة، هيبة يا المريخ، هيبة يا النجمة، جون وسط ودفاع والهجوم إبداع، هجمة فوق هجمة. هيثم أحمد محمد إدريس، الاسم الإعلامي هيثم كابو، مرشح في مقعد المناشط الثقافية والاجتماعية انتخابات نادي المريخ ديسمبر 2022. الفكرة من الترشح انه تحريك العمل الثقافي والاجتماعي بالأندية الكبيرة، أندية القمة، والمريخ نادي رائد. للأسف الشديد معظم الحديث عن أندية رياضية في لافتات معلقة ثقافي واجتماعي وغيره، دي بتلقاي انها هي مجرد ديباجات، لكن للاسف في اهمال للعمل الثقافي وفي عدم اهتمام بالجوانب الاجتماعيه. المساله دي مساله عامه ممكن تكون في معظم الانديه ولا سيما الانديه الكبيره، لكن الانديه الرائده ينبغي انه يكون عندها دور ويكون عندها اثر وعندها عملها المخطط واستراتيجياتها. وممكن يكون من هنا المشرع في النظام الاساسي لنادي المريخ لما فصل استماره منفصله للمقعد الثقافي والاجتماعي، ده بوريك اهتمام جمعيه عموميه نادي المريخ بالشان الثقافي والاجتماعي. في كثير من الانديه بتلقى انه بيتم اختيار اعضاء مجلس اداره وبيتم توزيع ملفات وحقائب ممكن يسندوا لك انت كعضو مجلس اداره الملف الاجتماعي او الملف الثقافي، لكن لما يكون في ترشيح مباشر، ودي كانت مطالبتنا في تعديل النظام الاساسي لنادي المريخ، انه مهم انه يكون في ترشيح مباشر لمقعد المناشط الثقافيه والاجتماعيه لاهميتها، وحتى يتقدموا اشخاص عندهم خبره في العمل الثقافي وسبق لهم العمل في النادي. الحمد لله رب العالمين، الواحد بيقدم في خبره ما جابها من برا، اكتسبها من النادي نفسه. نحن في النهايه بنأدي في ضريبه النادي، ويعني الواحد عمل في عدد من الدورات الثقافيه مع الدكتور عمر محمود خالد ربنا يديه الصحه والعافيه، ومع هاشم الزبير الراحل المريم هاشم الزبير كان وقتها رئيس القطاع الثقافي. كنت في دوره نائب لهاشم الزبير ومورر مع استاذنا معاويه الشاذلي، كنت نائب لرئيس القطاع الثقافي. عدد من الدورات ادت الواحد يعني ذخيره طيبه، وادته تراكم خبروي جيد ممكن يساهم به في تفعيل العمل الثقافي والاجتماعي في نادي المريخ. بالنسبه للبرنامج الانتخابي، حقيقه كل مرشح من السهل انه يوعد ويتكلم عن وعود ويقول انه هو حيشيل الوعود دي يزرعها في ارض الواقع ويتحقق نتائج والناس يشوفوها. الحمد لله رب العالمين بفضلكم وبفضل اهل المريخ انه الواحد في سبتمبر 2021 تقدم لذات المقعد وسجل تاريخيا انه يعني اول يعني مريخي يتبوى رئيس قطاع ثقافي واجتماعي عبر التصويت مباشر من الجمعيه العموميه، وده شرف عظيم. كان الوعد انه نرتقي النسيج الاجتماعي، لانه كل الناس ممكن تكون عارفه الدمار اللي حل بالمريخ في الفتره السابقه وفي العهد فتره تولي ادم سوداكان لنادي المريخ، وانه يعني حتى عدد كبير من القواعد المريخيه انفضت من حول النادي، وفي ضرب للحمه الاجتماعيه اللي بتميز الصفوه وبتميز نادي المريخ. فكان بالنسبه لنا انه العام الاول ده عام رتق النسيج الاجتماعي، يعني كان في خطه مفترض انها ممتده ل4 سنوات. بحمد الله تعالى الواحد قدر مع اخوه واصدقاء واحباء اعزاء في القطاع الاجتماعي بفضل جهودهم، يعني جهودهم كمنظومه، ممكن نكون يعني خلقنا حاله من التواصل الاجتماعي الحميم مع الرموز ومع قدام المحاربين ومع اهل المريخ بشكل عام. ظهرت المساله دي في زياراتنا للاب الروحي، اسره الاب الروحي الراحل المقيم عبد الرحمن شاخور، وابنه حفيده نهاد شاخور بيقول انه من الثمانينات ما جاتنا يعني زياره وتواصل رمضاني رسمي من قبل المريخ، وده كان يعني بالنسبه لنا هو الدفع اساسيه وكبيره، لانه نواصل كمان رئيس مجلس الشورى محمد الياس محجوب، الراحل الفاتح المقبول، الراحل هاشم الزبير وهو رجل صاحب اسهام في الشان الثقافي والاجتماعي بنادي المريخ، واسره الراحل المقيم صديق العمده، عز الدين الربيع،
اللي من سنين طويلة برضو ما تمت زيارتهم زيارة رسمية من قبل نادي المريخ، فكانت زيارة ممثلة في القطاع الاجتماعي لنادي المريخ. ممكن يكونوا الناس تابعوا برضو في السوشيال ميديا وتابعوا في صفحة المريخ الرسمية العدد من الزيارات عديدة، يعني حتى حامد بريمة، جمال أبو عنجة، عبد السلام حميدة، الأستاذ الشاعرة سعدية عبد السلام، الفنان الأمين البنا، يعني حتى كان في تنوع في زيارات القطاع الاجتماعي. ونفتكر انه ده دورنا، وده كان يعني الهدف الاساسي اللي احنا بشرنا به في البرنامج الانتخابي. والحمد لله رب العالمين بفضل جهود اهل المريخ، ما بنقول ما مجهود فردي، يعني ده مجهود منظومه قطاع كامل. الحمد لله رب العالمين الواحد وفق مع اخوانه في انه يحققوا المطلوب ويفوا بالوعد. على كمان في الجانب الثقافي حاولنا انه لاول مره في تاريخ الانديه الكبيره انه النادي يعني يجهز نشاط ثقافي كامل ويطلع به خارج الخرطوم. وشهدنا ليله ثقافيه كبرى كان فيها تدشين للعمل الثقافي الخاص بنادي المريخ على مسرح عروس الرمال في الوبيض، في حفل كبير احياه الفنان الشاب المريخي طه سليمان، وكان حضور حاشد، وكان هو بمثابه يعني حشد جماهيري قبل مباراة المريخ مع الأهلي الليبي في ذهاب دور ال 32 من بطولة أبطال أفريقيا. وشهد الحفل نفسه تكريم صمام أمان المريخ الكابتن كمال عبد الغني بالوبيض وغيره من البرامج اللي قدمت. فنقدر نقول إنه ما دايرين نعد باشياء جديده، لكن بنقول انه والله يا اخي احنا على العهد والمشوار ممتد. يعني زي ما بدينا بخطوات ثابته مع رفقائنا في القطاع الثقافي والاجتماعي، حنواصل باذن الله تعالى اذا الواحد يعني نال شرف عضويه مجلس اداره نادي المريخ ومقعد الشؤون الثقافيه والاجتماعيه. واذا كمان يعني ما سنحت لنا الفرصه والجمعيه العموميه منحت صيغتها لشخص اخر، برضه حنظل نحن جنود في القطاع الثقافي والاجتماعي، وحنظل موجودين وداعمين. وربما يكون واحده من صور الصفوه او الصوره البيت المريخي اللي رسمتها الانتخابات في سبتمبر 2021 كانت في مقاعد الشؤون الثقافيه والاجتماعيه، نزلوا فيه زملاء اعزاء واصدقاء سعادته حذيفه عاصم والزميل حافظ المعيسي، وكان سباق محبه وما كان في خاسر. يعني افتكر انه يعني اي شخص كان ممكن يتبوأ المنصب هو قادر عليه انه يحرك العمل الثقافي والاجتماعي. وبعد فوزنا نحن الثلاثه مع بعض اشتغلنا وهم كانوا يعني داعمين ومساندين في القطاع الاجتماعي والثقافي، وده بوريك عظمه المريخ وبوريك التنافس في المريخ تنافس محبه. ان شاء الله الواحد لو خسر ما حيبعد، حيكون قريب اكثر، ولو كمان رجع يواصل المشوار يحاول يلتزم ببرنامجه الانتخابي القطع عليه نفسه من سبتمبر 2021 والمقسم ل4 مراحل باذن الله تعالى. مهم طبعا بجانب القناه الفضائيه لاذاعه الاف ام، وده واحده من المشاريع الموضوعه في الخطه الطموحه اللي طارحينها في الدوره الجديده، وموقع الكتروني جامع بيكون بمثابه صحيفه مريخ الكترونيه، باعتبار انه ممكن يكون الورق الناس انفضت من حوله، لكن ما يمنع انه نحاول برضه نقدم نسخة ورقية توثق بالذات للأحداث الكبيرة في نادي المريخ، مع الاعتماد على الجانب الإلكتروني، لأنه هو ده الجانب الآن الأساسي اللي بيحصل فيه التداول والمتابعة وتوسيع دائرة النشر. دي واحدة من ما بنقول إنه المشاريع الموضوعة، لكن دي أساسيات لابد من تنفيذها بالتعاون مع مجلس الإدارة بإذن الله تعالى. افتكر انه برضه من خلال التجربه لحوالي عام ممكن يكون في مجلس منتخب ولجنتين تسيير. يعني انا كنت محظوظ بانه في ال3 مجالس كنت موجود فيها. افتكر انه مهم انه عضو الجمعيه العموميه يخد في باله انه يعني يدي صوته للقوي الامين الجريء. الجريء دي لما لو اقول جريء لانه احنا محتاجين لعضو مجلس اداره عنده وجهه نظر، عنده راي، قادر انه يدافع عن وجهه نظره، قادر انه يحمي
كل مكتسبات نادي المريخ ويتحمل الامانه اللي بتضع الجمعيه العموميه على عنقه. ودي واحده من المسائل المهمه. ما كل كادر ممكن يكون تنفيذي ونشط وديناميك وحيوي ومتحرك، ما ممكن يكون عضو مجلس اداره. فمهم انه انت بجانب التخطيط، بجانب قدرتك على الحركه، بجانب قدرتك على الخلق والابداع، مهم انه انت تكون عندك شخصيتك، لانه المريخ ما نادي صغير، ده نادي كبير. انت بتكون عضو في مجلس اداره لنادي انصاره بالملايين. مهم انه انت يكون عندك شخصيتك وعندك قدرتك على اتخاذ القرار، وقادر على انك تقول لا في وجه رئيس النادي، في وجه النائب الاول، النواب، اعضاء مجلس الاداره، وتقدم مصلحه المريخ وما تكون تابع في اي حال من الاحوال. الترشح لمقعد الشؤون الثقافيه والاجتماعيه وبرنامجك الانتخابي برضه ما بيخليك انت بمعزل عن القضايا الاساسيه المهمه والمحوريه اللي بتهم المريخ. يعني انا افتكر انه في قضايا إذا صلحت في المريخ يعني صلحت سائر الأنشطة رياضية وثقافية واجتماعية، وإذا فسدت سائر الأنشطة. يعني ممكن يكون مهم موضوع المنشآت ده ما بفتكر إنه ما ملف عضو واحد ولا عضو مجلس ولا ملف نائب ولا ملف رئيس نادي، ده ملف مجلس إدارة وجمعية عمومية. فمهم إنه عضو مجلس الإدارة يكون عارف إنه واحدة من التحديات الأساسية إكمال المنشآت، وده يكون هم بالنسبة لكل عضو مجلس إدارة مرشح. لازم يكون همه الإسهام في إكمال المنشآت في أسرع فرصة ممكنة، لأنه المريخ يتحرم من غلعته، ويتحرم من بيته، ويتحرم من جمهوره، ويتحرم من أرضه اللي بتحفظ له 9 نقاط دائما في دور المجموعات. فدي مسألة أفتكر إنه مسألة مهمة لكل مرشح لعضوية مجلس إدارة نادي المريخ. الموضوع الثاني برضو بفتكر انه ما حكر على الناس المترشحين في شؤون رياضيه، اللي هو مهم انه انت تكون جزء من منظومه مجلس قادر على انه يدعم فريق كره القدم بمحترفين من العيار الثقيل. المساله دي اذا المجلس نفسه ما فشل فيها، انا بفتكر انه كل المجلس كده افضل انه يعني يقدم استقالته ويترك الفرصه لاخرين، لانه مهم انت عشان تخوض دور مجموعات وتلعب مع انديه كبيره. والان الانتخابات دي في 30 ديسمبر، وفي منتصف يناير حندخل في فتره التسجيلات. انا بفتكر انه اذا مجلس الاداره اللي بيتم انتخابه بغض النظر عن الاسماء ما لم يدعم الفريق بمحترفين من العيار الصغير، لانه المريخ الان مسيطر على العناصر الوطنيه، معظم العناصر الوطنيه الجيده الان هي موجوده في المريخ، لكن كل الناس عارفين ومجمعين انه النقص في المحترفين. انت محتاج لمحترفين من الوزن الصغير. اذا ما توفروا محترفين من الوزن الصغير، افتكر انه لا مسؤول مناشط ثقافيه ولا مسؤول مناشط اجتماعيه ولا مسؤول مراه ولا مسؤول شباب ولا عضو مجلس ولا نائب شؤون قانونيه كلهم وجودهم بيكون ما عنده معنى، لانه في النهايه القاعده الجماهيريه المريخيه حريصه انها تشوف المريخ فريق كوره بهز الارض، حريصه انها تشوف فريق كوره قادر انه ينتزع النقاط من خارج الارض، انه دايره فريق كوره يكون يلبي طموحات واشواق القاعده المريخيه. الناس اللي بتدافع من كل فج عشان تحضر مباريات للمريخ، والناس اللي بتسافر مع المريخ للأبيض عشان تآزروا في مبارياته الافريقيه، ما دايرين اكثر من الفرحه بعناصر حقيقيه، ودايرين يزعادهم بيتم بانه برضه فريق الكوره يحقق نتائج. انا افتكر انه ده ما حكر ولا حصر عليه المفروض يكون ده جزء من قواسم مشتركه لكل المرشحين لمجلس اداره نادي المريخ. انا واحد من الناس ده بفتكر انه جزء من همي داخل مجلس الإدارة، وإنه لازم الواحد تكون كلمته في المسألة دي قوية، ولازم يكون رأيه فيها قاطع، ولازم يكون هو بيعبر عن طموحات وعن آمال الأمة المريخية. وإذا إحنا أصلا ما عبرنا عن آمالهم ما في داعي لأنه ندخل مجالس الإدارات. أخيرا برضو النقطة المهمة إنه ينبغي الكل يعلم إنه لا خاسر في انتخابات المريخ. الناس كلها بتحاول إنه ده عمل طوعي، ده عشق كبير، الناس دايرة تقدم يعني المستطاع. كتر خير كل زول تقدم الصفوف وحاول إنه يقول يعني إنه هو عنده رغبة يخدم المريخ. أفتكر إنه كتر خيره كويس بقدر بنيته الطيبة وبرغبته وبطموحه في إنه يخدم
المريخ. برضو مهم انه اعضاء الجمعيه العموميه يدرسوا كل البرامج الانتخابيه، مهم انه يقيفوا على كل الشخوص، تحصل فلتره وغربله عشان في النهايه يتم اختيار مجلس قوي يمثل عظمه ومكانه وشموخ نادي المريخ. دي مساله افتكر انه اساسيه. مهم كمان انه يعني الناس تتسابق عشان تكون حضور. نعيد للذاكره الجمعيه العموميه التاريخيه اللي كانت في سبتمبر من العام الماضي. مهم انه الناس يتدافعوا، ودارين النصاب يكتمل من اول انعقاد للجمعيه العموميه باذن الله تعالى. ما مهم بعد ذاك منو اللي بيفوز، لكن مهم اننا كلنا نكون حضور. لازلنا على الوعد، الطريق ممتد.